السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه النهاردة قلنا نعمل على الفطار كده بقى سمك بصراحة. يعني احنا زهقنا بقى يعني من كل الأكلات، بصراحة كل الأكلات عملناها. وسمك عملنا برضو، بس قلنا نعمل ايه حاجة جديدة كده بدل الشوي والقلي، نعمل كده ايه سنجاري. إيه انا جبت هنا بوري طازة كده وجميل. إيه انا السنجاري بصراحة يعني ما بافتحوش، باسيبه بحاله كده. انا بس يا دوبك بقشر القشره بتاعته، ودي الخلطه بتاعته. انا عملت شرايح ليمون وشرايح بصل وتوم مفروم وفلفل، في واحد حراق وواحد يعني بارد، عشان يبقى فيه معادلة كده في الأكل، ما يبقاش حراق قوي. وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح وفلفل أسود وزعتر وشوية زيت بقى كده. وهنا انا غسلت السمك كويس قوي. طبعا انا جايبه بطاطس كده، قطعتها حلقات وغسلتها كويس. وهنفرشوها كده تحت في الصينيه علشان تبقى تحت السمك. ما تعملهاش رفيعه قوي زي الشيبسي، ولا تعمليها تخينه قوي عشان ما تبقاش مش حلوه. يعني اعمليها كده وسط، يعني ولا سميكه قوي ولا رفيعه قوي. هاتيها بقى كده رصيها. انا بصراحة رصيتها الاول هنا، وبعدين نسيت ان انا لازم الاول احط عليها شوية خلطة من اللي انا عاملاهم، فانا جمعتهم تاني ورحت حط عليها شوية خلطة زي ما حضراتكم شايفين كده. وهرصها بقى تاني في الصينية. شوية زيت بقى كده على خفيف، لان انا لسه كمان هحط زيت لما الصينية تخلص. هنا رصيت الصينية بتاعتي اهي. انا كنت قشرت السمك بقى، ما فتحتهوش ولا قصقصته ولا اي حاجه، زي ما قلت لحضراتكم انا يا دوبك بس كده. إيه، قشرته، يعني قشرته بسكينه وفتحته كده فتحات بسيطه كده صغننه كده من هنا. احنا بنحبه مقفول بصراحه، ما نحبهوش مفتوح كده، نحبه مقفول. هحط عليه بقى شويه، يعني شويه خلطه من اللي انا عاملاها دي. انا كنت حاطه هنا طماطميه صغنونه قوي، يعني مش كتير، لان ما نحبوش فيه الطماطم كتير احنا. ايه تبلته بقى كده اهو من كل ناحية زي ما حضراتكم شايفين كده. ورصيناه فوق البطاطس كده. هنحط بقى بقية الكمية بتاعة البصل والحاجة اللي احنا عملناها الجميلة دي. اللي وصل لحد هنا معايا يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتنسوش اللايك الجميل والكومنت بتاعكم الحلو. هنحط بقية الخلطة اهو، نرص بقى الليمون كده، بنفتح الراس هنا كده نحط في النخشوش كده شرايح الليمون. انا نسيت اقول لكم برضو اللي انا يعني عصرت عليه برضو ليمونة واحدة بس، عشان ما يبقاش يعني مزز قوي. انا بصراحة يعني عدو الليمون والخل بصراحة في الاكل، بس يعني بحطه بسيط يعني كده. خلاص كملنا الصينية بتاعتنا. هنحط بقى كده ايه شوية كمون تاني من فوق الوش، وهنحط كمان برضو شوية زعتر وشوية زيت حلوين بقى كده، عشان يلمعوه كده ويخليه بيلمع كده ويخليه حلو كده وجميل. هنسيبه بقى طبعا يعني حوالي ساعتين كده، لان يعني انا عاملاه العصر يعني قبل العصر كده بشويه. هنسيبه كده ساعتين ولا حاجه في التتبيله بتاعته، يشرب من التتبيله بتاعته. طبعا ده ولا بيتحط له ميه ولا بيتحط له اي حاجه، زي ما حضراتكم شايفين كده، هي الخلطه بتاعته والزيت بتاعه بس. وهتسيبيه في التتبيله بتاعته ساعتين ولا حاجه. وتحطيه في الفرن. طبعا ده بيستوي على درجه حراره عاليه، وبتحطيه على اول شبكة، يعني بتحطي الشبكة بتاعتك على اول رف كده
عشان يبقى قريب من النار وبتعمل درجة حرارة عالية. لو عندك الفرن مثلا بيسويلك الوش ماشي خلاص كده ماشي تمام. لو بتطلعيه ابيض لا، يعني طفي من تحت وتروحي مولعه الشوايه عليه بالظبط بالظبط دقيقتين، يبقى محمر كده وجميل. زي ما حضراتكم شايفين كده الصينيه في منتهى الجمال، ما اقولكوش الريحه بقى والطعم بقى ايه. القطط بقى ايه عماله تنونو، والقطه داخله المطبخ عماله تنونو بقى وعاوزه سمك. قلت لها بقى هتفطري معانا مش هحطلك منه دلوقتي، ساعة الفطار بس. يا ريت تكون يعني فيديوهاتي بتعجبكم وبتنور رضاكم. ما تنسوش اللايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. ايه رأيكم؟ ولاي صينية جميلة تتاكل نية يعني. شوفوا هنا، هنا كانت هي لسه يا دوبك يا دوبك لسه طالعة من الفرن. بصوا بصوا جميلة زي لحمها أبيض وجميل كده. إيه ما تنسونيش بدعوة حلوة يا ريت كده وتدعوا لاخواتنا في غزة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.